وده كان شكل السمك بتاعنا اهو بعد ما عملناه وتبلناه التتبيله الجميله بتاعتنا. هنقدمه ان شاء الله بالشكل الجميل ده. الف هنا. طبعا بعد ما السمك بتاعنا الجميل قعد في التتبيله اللي احنا عاملينها ساعه تقريبا او ساعه وشويه، هنبدا بقى نجهز الدقيق اللي احنا هنعمل بيه السمك بتاعنا. طبعا الدقيق على حسب ما انت عايزه، بس هتزودي عليهم معلقه نشا. النشا طبعا هو اللي هيخلي السمك بتاعنا مقرمش ومحتفظ بالقرمشه بتاعته لاخر لحظه. شويه نشا، شويه كركم لو حابه، حبه ملح صغيرين عشان السمك بتاعنا طبعا كله متملح، عشان الكفر اللي احنا هنعمل بيه ده ما يبقاش حادق قوي. تمام. احط كمان حبه توم باودر وحبه بصل باودر، كل ده في الدقيق اللي هنعمل بيه اللي هنغلف بيه السمك بتاعنا. ده كده الدقيق اهو جاهز دلوقتي عشان نغلف بيه السمك. طبعا انا هنزل بالسمك بتاعنا دلوقتي في الدقيق. تمام. ده الدقيق ده السمك. عايزين بقى ان هو في المرحله دي شويه ميه سخنه، عشان هنزل بالسمك بتاعنا في الميه السخنه. ده الدقيق بتاعنا اهو زي ما قلت لكم. هنضف السمكه كده وانزل بالسمكه بتاعتنا في قلب الدقيق الاول كده. دي اول مرحله، هننفض وهننزل بيها في الميه السخنه، ميه سخنه، وهنطلع بيها تاني في ساعتها كده اهو على نفس الدقيق تاني. تمام. هنبطن بقى تبطينه حلوه. ده كده السمك بتاعنا هيبقى عليه كفر. طبعا انا حاطه الزيت على النار، هنزل بالسمك على طول بالزيت. هعمل معاك كمان واحده اهي. هننزل بقى الاول في الدقيق. تمام. بعد كده في الميه السخنه بنزل بيها على طول ساعتها، وانزل بيها في الدقيق تاني، بس نغلفه بقى تغليفه ايه متينه بقى. وطبعا السمك بتاعنا ده عشان يفضل مقرمش معاكي اول ما يطلع من الزيت تحطوش كله على بعضه، لا هنحطوه في مصفى او تحطيه على مصفى، المصفى اللي هي بتاع الفرن. تمام. هيفضل السمك مقرمش معاكي لاخر واحده. طبعا انا مسخنه الزيت بتاعنا كويس. ريحه السمك طالعه ايه، تتبيله طبعا متبل بقاله ساعه ونص. انا تبلته ونزلت الشغل وجيت تاني. تمام. اول ما طبعا يشتغل معانا وياخد اللون هنطلعه على المصفى اول قبل ما نحط. ده شكل السمك بتاعنا اهو. سامعين الصوت؟ سامعين صوت القرمشه بتاعته؟
السر طبعا زي ما قلت لكم في التتبيله بتاعتنا الجميله، وفي معلقه النشا اللي وقعت فيها، و إيه تاني؟ ده شكل السمك بتاعنا اهو. وزي ما قلت لكم اول ما تطلعيه ما تطلعهوش في الطبق، حطيه في مصفى زي كده، وبعد كده نبدأ نرصه في الأطباق بتاعتنا عادي.